السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم هاد اللاطه بالحوت والخضر في الفرن. كتجي رائعه صحيه ولذيذه ما تشبعش منها. دابا ندوزو المكونات والطريقه ديال التحضير. ودابا غادي ندوزو اللاطه ديالنا وغادي نوضعوا فيها واحد الربيطه ديال القزبر تكون مقطعه، واحد 3 ديال الدروس ديال الثومه يكونوا محكوكين. غادي نوضعوهم في اللاطه وغادي نعصروا عليهم نصف حامضه اولا عصير ديال الحامض. من بعد كنضيفوا نصف كاس يكون مخلط ديال زيت الزيتون وزيت المائده. من بعد كندير واحد التخليطه ديال التوابل، عندنا التحميره، الخرقوم، سكينجبير، الابزار، الملحه وشويه ديال الكمون. المكونات غادي نخليهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. وصافي دابا كنوضعوا في اللاطه ديالنا من بعد ما خلطنا داك المكونات كاملين والتوابل. كتكون هذيك هي الشرموله اللي غادي نشرملوا بها الحوت وحتى الخضره. كنشرملوا الحوت بهذا الشكل كما كتشوفوا حتى كينسجم مع داك الشرموله وكنحيدوه. ومن بعد كيجي الدور ديال الخضره. تما عندي خيزو درت واحد الحبه، وهنا عندي واحد 5 ديال الحبات يكونوا صغيورين ديال البطاطس، واحد حبه صغيره ديال البصله، وواحد شويه ديال الفلفله ملونه، انا درت الحمراء والخضراء. ومن بعد غادي نضيفوا عليهم شويه ديال مطيشه صغيره قطعتها في النصف. ودابا في الطبقه الاخيره كيكون عندنا الحوت، كنوضعوه بهذا الشكل هذا. كنزيدو نعصروا داك النص ديال الحامضه على الحوت كامل. ومن بعد غادي نزيدو شويه ديال المطيشه كما كتلاحظوا غير باش نزينو، وشويه ديال الحامض مصير. وهذا هو الشكل ديال اللاطه ديالنا. وصافي كنوضعوا ليها بابي ديال الفرن والالومنيوم، كندخلوه للفرن اللي كنكون سخناه من قبل على الاسفل. ومن بعد ملي كطيب كنردوها تحمر على الاعلى، ودرجه الحراره كتكون 220. في هاد اللاطه انا ما درتش كاع حتى نقطه ديال الماء لان الخضره والسمك كيطلقوا الماء ديالهم من راسهم. صافي كنخرجوها وهذا هو الشكل ديالها الاخير. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه وبسلام عليكم.